انا هبدأ اعصج لصينية الجلاش في طاسة، احط زيت او زيت وسمنة على حسب ما تحبي، وانزل ببصلتين وسط متقطعين تقطيع صغير، اشوحهم كده ادبلهم بسيط. عليهم فصين توم مفرومين يدوا نفس حلو للتعصيجة بتاعة اللحمة. اقلب تقليبه كده بس مجرد ما تطلع ريحتهم ويتبلوا، احط اللحمة بتاعتنا، هنزل باللحمة اقلبها كده واحاول افك اي كتل فيها. اي كتل افكها بالمعلقة معايا. انزل بالتوابل اللي هي عبارة عن زعتر لو موجود، وملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة، وافضل اقلبها كده لغاية ما تاخد تشويحة حلوة، تاخد اللون البني معانا. هي كده خلاص داخلة على سوا. انا بفك اي كتل في اللحمة عشان تبقى كلها واخدة سوا واحد، وما بتبقاش في حاجة شكلها مش ظريف في الصينية. افضل ايزي فيها عشان البصلة كمان ما تغمقش من جنب وجنب، لأ، من كل الجوانب. هي كده تعتبر استوت معايا خلاص، هطفي عليها وابدأ احشيها في الجلاش. هنا معايا ورقة الجلاش جاهزة، ومعايا الصينية ومعايا السمنة. هبدأ بقى ايه ارص ورقة الجلاش، احط في الارضية سمنة، طبقة من السمنة كده حلوة. ابدأ ارص بقى طبقات الجلاش، اهو طبقتين كده من الجلاش في ارضية الصينية، وابدأ ادهن من كل الطبقات سمنة، بين كل ورقتين ادهن سمنة بالمنظر ده. لما باجي احط الحشوة مش بدهن الورق الجلاش، بحط الحشوة من غير ما ادهن. بحط نص الورق كده تحت ونصه التاني فوق. اهي الورقة دي بقى مش هدهنها، احط اللحمة المفرومة عليها عشان اللحمة المفرومة فيها نسبة دهون، فمش محتاجة ان انا ادهن الورقة. اسيب اللحمة المفرومة في الصينية كده، وبعدين اكمل الطبقات بقية الورق الجلاش اللي معايا، وادهن برضك بين كل طبقتين سمنة. اخلص كمان الصينية لغاية ما اقفلها معايا، وابدأ اجهز اللبن اللي هسقي بيه الجلاش. عبارة عن بيضة ومعلقة زبادي، لو حبيتي تحطي زبادي بتطري معانا الجلاش. بيضة وبيكنج باودر ورشة ملح ورشة فلفل، كوباية الا ربع لبن. هبدأ بقى اضربهم في الخلاط كده. هنا انا بضرب الخليط اللي هسقي بيه الجلاش في الخلاط، بسبب ان في ساعات لما تيجي تحطي بيضة بتبان في الخلطة وبتبان مع الجلاش، فانا كده بحاول ما تبانش، يبقى منظر الجلاش حلو مش باين فيه اي كلاكيع بيض او حاجة. هبدأ بقى اسوي الصينية وادخل اطرافها لجوه، وكمان هقطعها. هنا تقطعيها بقى التقطيع اللي انت حباها، عايزة قطع صغيرة عايزة قطع كبيرة، دي حاجة ترجعلك. ابدا اقطعها لغايه ما اخلص كده التقطيع بتاعها، بعدين ادهن الوش كده سمنه،
واسقي بقى بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط على الجلاش. الخليط ده هيخليها طرية وحلوة، وادخله على فرن سخن. جازت معايا، هوريكم قطعة منها. هحاول اخرج كده قطعة. سوق الحشوة ومورقة وكريسبي من بره وطرية من جوه، واخدة اللون جميل. يا رب الوصفة تعجبكم، جربيه بالطريقة دي. صحة وهنا على قلبكم.